اذا الشيطان في التصور اللاهوتي انا لا على المستوى ديال الدلاله ديالو ولا الوظيفه، واش هي نفسها في جميع الديانات التوحيديه. كنقول على مستوى الدلاله والوظيفه، هل هي نفسها في الديانات التوحيديه، بمعنى هذا الشيطان دلالته ووظيفته واش هي نفسها في الديانات التوحيديه اللي هي اليهوديه، المسيحيه، الاسلام، ولا هناك اختلاف؟ اذا هذا هو ولا ان لفظ هذه الكلمه ديال الشيطان هي محصوره كتصور، كمعنى، كدلاله، كمخيال فالديانات اللي هي توحيديه. بمعنى انه بغيت نقول واش بمعنى ان الاسلام انه الديانه الاسلاميه كاين واحد الابداع، واحد الانفراد على مستوى هذا المخلوق، انه عطت له واحد الوظيفه استثنائيه مغايره لوظيفه الشيطان في الديانات الاخرى. وكذلك السؤال وهو انه هذا المفهوم ديال الشيطان او هذه الدلاله او هذه الوظيفه بهذا المعنى واش هي سابقه كدلاله على التوحيد، واش كنتلقاو لها ارهاصات في الميثولوجيات القديمه، في الحضارات القديمه اللي قبل الاسلام وقبل الديانات التوحيديه. واش يمكن تلقاو هذه الارهاصات ديال هذا المفهوم ديال هذا الشيطان او الجني الذي يغوي، واش هي هي ابداع فقط واستثناء بالديانه الاسلاميه، ام انها لها واحد الاسس الى حفرنا في الديان في الميثولوجيات القديمه، خصوصا في تفسير منشأ الشر او مقابل الخير، لتفسير ما يسمى بهذاك الوعي الاخلاقي. انا بغيت نسول كذلك واش هذا الكائن هذا الشيطان واش هو واحد ولا هما كثار؟ واش هو واحد فرد؟ واش كيتناسلوا؟ واش كيتعددوا؟ ما فهمتش. واش هو قابل للفناء مثلا كيموت في واحد الفتره، ولا هو امورتال بمعنى انه كيبقى معنا؟ اذا انا بغيت الصوره اللي كيعطيها الاسلام، الاخوان يجاوبوني اذا كانوا متمكنين وبشي ادله ومن التراث. واذا كيف صور الاسلام هذا الشيطان؟ هل هو يتزاوج؟ هل هو يتناسل؟ هل يتعدد؟ اشنا هي الحدود القدرات ديالو؟ اليات الاغواء ديالو؟ انا بيت انا شي هذه التساؤلات كنطرحها وانا صغير. انا كنتسائل كيفاش بمعنى ان هذا الاله الاسلام فعلا قبل النديه مع هذا المخلوق، هذا الشيطان. انا جاني بحال خاض معاه، بمعنى انه واحد انسان اللي كتخوض معاه في واحد الرهان، في واحد المراهنه، في واحد الرهان، بمعنى كاين واحد النوع من النديه. قال لي انت سير، انا غادي ندير الرسل ديالي وانت دير العكس، انا نهدي الناس بالرسل وانت غويهم، وانا هذا رهان ونشوفوا شكون اللي غادي يغلب. وهذه واحد النوع ديال النديه كتناقض بما جاء حول تصورنا حول الاله الاسلامي، او كيترتب على وكيترتب هذا يترتب عن ذلك واحد الاشكال اللي هو اشكال اخلاقي، واشكال وهو اذا كان هذا الشيطان هو المصدر اللي كيفسر به الشر وكيوجه السلوك ديالنا وكيوجه التصرفات ديالنا نحو الشر، وبالتالي كيف باي معنى باي منطق سنحاسب اذا انا جا وسوس لي الشيطان وغواني نمشي نزني وندير ونمشي كذا؟ اذا كيفاش انا بالتالي احاسب على واحد المخلوق هو اساسا خلقه واحد قوه متعاليه وجهته لي انه يغويني وفضل واحد الرهان؟ اذا انا بحال ما فهمتش مثلا. وتساؤل اخر غادي نختم به الاخوان باش ما نكثرش. انا بان لي بانه في التراث وعلى ما كنا كيقولوا لنا فاش كنا صغار ان هذا الشيطان هذا ميني ساتون اللي قال سويدن، هذا الشيطان الصغير ابليس انه له قدرات زعما زعما خارقه وفوق طبيعيه. انا كيبان لي الا كان هو فرد وما هذا وما كيفرقش الخدامي على ولادو، انا كيبان لي كيفاش هو مثلا الان مثلا مشينا غير واحد الكاطو، ولا مشينا مثلا غير اذا مشينا غير الدار البيضاء في الولفه ولا في شي حي هكا، كيفاش هو غادي يقابل دوك الناس ويخلي الصحراء ويخلي السوس والجنوب ويمشي للبرازيل ويمشي لواشنطن. ما فهمتش في نفس الوقت، ما فهمت كيفاش كيتمكن في نفس اللحظه وفي نفس الثانيه اللي دابا
مثلا الا كنحسبوهم شحال من بلايين السلوكات اللي هي نتيجه اغواء ديال الشيطان، ما فهمتش. ولا غادي يبان ليا بانه واحد المخلوق سيزيفي، بمعنى انه حنا كنتكاثروا هو غير بوحدو، كيتعذب مسكين، ما كيجي هو يحيد واحد 10 كيداروا ليه ناس اخرين تيخلقوا حوايج اخرين باش يولوا مزيانين. بالتالي كيعيش واحد المنطق سيزيفي. وشكرا لكم. نتمنى الاخوان اللي عندهم شي معلومات، هذه تساؤلات وهي تساؤلات منطقيه ومشروعه. وشكرا لكم الاخوان، شكرا جزيلا. العهد القديم الرواية فيه أكثر عقلانية ويمكن لك تقبلها. خلينا نبدا بالقرآن وبإشكالية القرآن في الآيات نفسهم. إخوان، الآيات سواء في البقرة أو الأعراف، عرفتي جات 3 نوبات هاد كيشتو كاين تكرار في القرآن في البقرة والأعراف والكهف. البقرة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هنا عندي الاستثناء، وكما سبق وقال أخي لايك، الاستثناء يكون من نفس الجنس، وكما قال سيبويه جناسا أو طوابق يكون استثناء متطابقا. إلا ما كانش نفس الجنس ولا ما يمكنلكش في اللغة العربية دير هذا، دير وغنخليو اللغة وإلا ما يمكنش. ولكن أسمع نشوفوا شنو قال الطبري. إذن هذا ملائكة. الطبري تيقول في الشرح ديال هاد الآية، لأن هنا راهم كاين اختلافات كبيرة بين المفسرين على نفس وانقسموا العلماء في هذه المسألة الفريقين. الطبري من الفريق اللي كيقول إن إبليس من الملائكة، والاستثناء الوارد هو استثناء متصل. والقرطبي نفس الشيء، إلا أبا الحسن الأشعري ولا الأئمة المالكية كلهم، لا أنس بن مالك ولا كيقولوا من الجن. علاش كيقولوا من الجن؟ وسمعوا المصيبة الكحلة اللي كاينة في القرآن. سمعوا هذه الآية. أبو إسلام، واش كتسمعني ولا انت درتي ليا ميوت كي كيدير ليا الإدريسي؟ سمعوا هذه الآية من الكهف وغتشوفوا التناقضات اللي موجودة في قلب القرآن. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فاتخذوه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الكهف هذه الآية 50. وقلنا سيدي ربي واش هو جن؟ لأن الفرق بين الجن والإنس عند المفسرين، الجن ولدت من نار والملائكة ولدت من نور. راه فرق بين النار والنور. النار تلهب تحرق وما إلى ذلك، والنور يضيء فقط وما كيلسعش. دابا هاد أصحاب الإعجاز العلمي، هاد العلماء الله يقضي واحد، خلقتني من نور ولا من نار وخلقته من طين. وفي العقلية ديال المتدين النور والنار أشرف بكثير من الطين. أن هذه الإشكالية هذه واش هو جن ولا إنس ولا غير في القرآن. كيفاش استكبر على رب العالمين؟ كيفاش آبى؟ كيفاش قال لربي لا واستكبر؟ شوفوا كلمة الاستكبار وجاية في القرآن. هذا الله القادر العالم المنتقم القدوس المؤمن المهيمن. تغدا في الصباح وانت كتذكر في اسماء الله الحسنى في القدرات ديالو. هذا المخلوق اللي خلق هو يأبى، كيقول له لا ويستكبر، كيتكبر على الله. زعما هذا الله واش هاد النديه هذه لنقول هاد النديه هذه زعما الله كاع
ديمقراطي. ياك الديمقراطية ممنوعة في الإسلام. كاينه واحد الندية عجيبة، يقول له أنا خلقتني لأعبدك وأسبح بحمدك. إذا هذا الاستكبار هذا راه ند لله، عنده حتى علم الغيب يعرف. ما وي سي تو اون بليس قال له خلقت اذا ما خلقتي اللي غادي ينزل الارض. ليست الندية الكسولة. وابو الاسلام عنده علم الغيب، عرف انه سيعيش فسادا في الارض. هذه راه فضيحه هذه. اذا هذا عنده علم الغيب، هذا رب ثاني، هذا ند لله. ياك ما هو الله في عنده جوج صورات، عنده صورة الشر وصورة الخير. هذا هو السؤال الذي يتبادر لذهن جودي. هذا باوي، هذا اللي عارف بأن شنو غادي يدير الإنسان في الأرض. إذن هما متفقين، لا الجن ولا الملائكة ولا الله متفقين علينا باش ينزلونا نديروا المصائب يديونا لجهنم. لماذا لم يدمر الله إبليس بعد أن رفض السجود؟ أولا خصنا نعرفوا حقائق ضروري نعرفوها. هذه الحقائق تتمثل فيما يلي. أولا الله تعالى خلق ثلاثة ديال الأنواع ديال الخلق، ثلاثة الأنواع خصنا نفهموهم بعدا. الخلق الأول اللي هما الملائكة. الملائكة هما واحد النوع، واحد الخلق اللي ليس لهم حرية الاختيار، لا يملكون عقولا ولا حرية. إذن هم مطيعون مجبرون، ما عندهم حرية الاختيار، هم فقط يعملون بالأمر. ها واحد، هم ينفذون الأوامر. الجنس الثاني اللي هو الإنسان. الإنسان هو واحد الكائن ركب فيه عقل. الذي ركب فيه عقل هو الذي يعلم أنه قادر هذا الإنسان على أن يفعل أو لا يفعل. أما لو كان يعرف الإله أنه لا يقدر أن يفعل أو يقدر أن يفعل لما كان التكليف. إذن التكليف جاء نتيجة أن الإنسان يملك عقلا ويملك اختيارا وحرية وإرادة. كاين النوع الثالث من الخلق اللي هما الجن. الجن هو واحد العالم، حسب القرآن خلق من نار، والملائكة خلقت من نور، وأصل الإنسان خلق من طين، وبعد ذلك خلق من المني. إذن هذه مسألة واضحة. هذا الجن اللي قلنا هو أيضا ركبت فيه الغرائز ديالو بحال البشر، وعنده عقل. بطبيعة الحال الجن فيهم ثاني صنفان، فيهم الجن المؤمن والجن الكافر. الجن المؤمن الجن تاهم اللي أطاعوا وتبعوا الرسل وتبعوا التعاليم اللي كاينه، اللي هي نفس التعاليم اللي جات من آدم إلى محمد، اللي هي نفس التعاليم، هي عبادة إله واحد واتباع المنهج ديال الرسول أو التعاليم التي جاء بها الرسول، سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو إلى غير ذلك من التكاليف. هذه كتسمى التكاليف اللي كاينه. إذا الجن فيهم اللي قلنا المؤمن ومنهم الكافر. إبليس، شكون هو إبليس؟ إبليس بحال آدم هو أبو البشر، وإبليس هو أبو الجن. نعم. السؤال الثاني، هل له ذرية؟ نعم، القرآن تيقول أفتتخذونه وذريته أولياء. إذا له ذرية، عنده هو الذرية، ويتناسل ويتكاثر، حتى هو عنده الذرية ديالو. والحديث يقول بأنه طبعا الحال الإنسان عنده قارين ديالو حتى هو معاه كذا. السؤال الرابع اللي يمكن يطرح هو ما شيء القدرات اللي عند إبليس؟ القرآن واضح تيبين لنا بأن قدرة إبليس فقط التي يملكها هي الوسوسة
فقط، ولا يملك غير ذلك. ما عمرنا شفنا شي إبليس شد لشي واحد في يديه وكيديه يقول أجي شرب الشراب ولا أجي. فقط هي عبارة عن وسوسة. الوسوسة هو واحد الكلام خفي يرسله إليك، إذا استجبت إليه ومشيتي معاه وتبعتي يعني كذا فطن. زائد أن الإنسان ركبت فيه أيضا شهوات، لأن قلنا الملائكة ما عندهم شهوات، إذا هم لا يتأثرون بهذاك العالم ديالنا. ولكن الإنسان عنده إضافة أخرى، أنه عنده شهوات ديال النفس ديالو، بالإضافة إلى عدو سميته إبليس، فكذلك عنده شهوات نفسية. هذه الشهوات كلها النفسية بطبيعة الحال يتحكم فيها بواسطة العقل، وإلا لا شفنا كل شيء الناس وكل ما كانش هذه القدرة الهائلة اللي أعطاها الله العقل، كل لقينا كاع المسلمين مثلا ولا كاع الناس كلهم تيسكروا ولا كلهم تيشربوا ولا كلهم تيزنيوا ولا كلهم غلقوا نفس يعني تيرتكبوا نفس المعاصي، ولكن لا، كنلقاو هذا يفعل هذا وهذا لا يفعل. إذا هنا تتبقى مسألة الاختيار، أن الإنسان يعني لديه قدرة والقوة على الاختيار بين ما هو يعني فيه خير وما هو فيه شر. مزيان. إذا هذه الملكة عند الإنسان، وإبليس لا يعني ما عنده ما يقدر عليه، ما يدير له والو إلا الوسوسة فقط. أما ما كاين شي قدرة أخرى عند إبليس. مزيان. المسألة الأخرى اللي قلنا ديالت إبليس. مزيان. لماذا لم يسجد إبليس لآدم؟ أولا هذاك السجود اللي قلنا هو ليس سجود يعني قلنا تعظيم، ولكن هو سجود أمر بامتثال ما أمر الله به، لأنه خلق شيئا بيديه، وهذاك الشيء اللي خلق اللي هو آدم فهو تكريم له، هذاك سجود تكريم وليس سجود طاعة، وإلا لسجد الناس درك بعضهم يسجد لبعض، إذا ما كاين سجود، هو فقط لذلك المخلوق الذي خلقه الله بيديه تكريما له فقط، ولا سجود لبشر كيفما كان نوعه. مزيان. إذا هنا لقيت فاش أمر إبليس الذي حسب القرآن فهو كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إذن هو من الجن. مزيان. لقيت فاش أمر بالسجود ورفض أن يسجد. السؤال هنايا، السؤال اللي يمكن نطرحه سؤال بطريقة أخرى: هل الله قادر على أن يسجده رغما عنه؟ واش الله قادر باش يسجد بز منه؟ نعم قادر، ولكن لماذا لم يسجده كرها؟ علاش ما سجدوش بز منه؟ علاش؟ لماذا؟ لأنه ترك له الحرية. هنا فين جات المسؤولية والحرية. مادام عنده الحرية الاختيار فهو حر في أن يسجد أو لا يسجد، والدليل ها هو بان لنا مزيان بالملموس. مزيان. السؤال الثاني اللي ممكن نقوله أنه اللي قلنا إذا رفض. السؤال هنا: لماذا رفض إبليس؟ إبليس علاش رفض السجود؟ ما قالش أنا لم أسجد لأنه أنت قلت لي فقط سجد غير لي أنا، وانا بغيتيني دروك يعني كأن الله يتناقض، ودوك بغيتيني نسجد لك انت، بغيتيني نسجد لهذا المخلوق اللي خلقت. ولكن لا، إبليس كان واضحا. اش قال إبليس؟ قال أنا خير منه. إذن هو لم يسجد لآدم تكبرا واستعلاء، إذن هو تكبر واستعلى. فهمنا؟ ماشي قال أنا لم أفهم كلامك يا الله، أنا لم أفهم رسالتك، هل معنى السجود كذا أو كذا؟ لا 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 لا، هو أجاب بكل ثقة وبكل حرية. اش قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا الله تعالى بجاوبه: اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. إذن هذا تكبر واستعلاء على الله. إذن هو اختبر في آدم بعدم السجود فلم يسجد، إذن هو فشل
في الامتحان. إذن هذا اختبار له ففشل في الاختبار. آدم هو أيضا تعطته فرصة أنه كان في الجنة، فالله تعالى لم يظلمه لأنه من قبل حذره، قال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قالش فتشقيا، حيث الخطاب موجه لهم بجوج. لماذا لم يقل فتشقيا؟ قال فتشقى أنت يا آدم فقط ولن تشقى حواء. علاش؟ لأنه الزوج هو اللي غادي يسقط، يشقى، هو اللي غادي يخدم، هو اللي غادي يكد، أما المرأة فلا تشقى. إذن هنا إبليس برر، عطى واحد التبرير وقال ها علاش ما سجدت. إذن هو كان واضحا. والامتحان آدم، الله ملي اختبر آدم راه قال له إن هذا عدو لك، احذر من هذا العدو. ولكن إبليس استطاع بالحيال ديالو أن يوسوس عن بعد. الجواب ديال كاد طرده فكيف دخل إلى الجنة وذاك التخربيق كله؟ لا، هو وسوس له عن بعد، وسوس عن بعد، كلمه عن بعد، فاقتنع بديك الفكرة اللي قال له أنه إذا أكلت من هذه الشجرة فستكون من الخالدين. وبطبيعة الحال أي واحد يبغى أنه يكون من الخالدين ولا يموت. إذن هنا جاه من مسألة الخلود. الناس كلهم بغوا الخلود وما بغوش الموت، يكرهون الموت وكذا بغوا الخلود. إذن جاه من هذه نقطة الضعف، فآدم نسي. الآية كتقول لك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ماذا نسي؟ نسى داك التحذير، ان الله حذره من ذلك، ولكنه وقع في الخطأ. المشكلة شنو هي؟ ان آدم، الفرق بينه وبين إبليس ان آدم استغفر ربه فتاب الله عليه فسامحه على هذه الخطيئة، ولكن كان جزاؤه أنه ينزل إلى الأرض. أما إبليس فإنه بقي في كفره وفي طغيانه، الله تعالى لم يسامحه. مزيان. نبقى واحد المسألة ديال أن الله لا يدخل الناس الجنة والنار لمجرد أنه يعلم أنهم يستحقون ذلك، بل يدخلهم الجنة والنار باش بأعمالهم التي قاموا بها فعلا في دنياهم. لأنه إذا افترضنا واحد الافتراض أن الله خلق الناس، افترضنا نديروا واحد الافتراض، الله خلق واحد المجموعة ديال الناس ويقول لهم انتم غتمشيوا لجهنم مباشرة وانتم غتمشيوا للجنة، وعندهم هذا العقل اللي ركبوا لهم، هذا العقل اللي كيتسائل وكيتركب، اش غيقولوا؟ غيقولوا يا ربي احنا مازال ما درنا والو، ما عملنا، ما درنا حتى شي خطيئه ولا كذا، كيفاش غتدخلنا الجنه ولا كيفاش غتدخلنا النار؟ اذا هنا غادي يحتجوا على الله، والله باش انت تحتج عليه خلق لك العقل وركب لك العقل ونزك للدنيا واعطاك القدره على افعل ولا تفعل. مزيان. المساله الثانيه، صفت لك رسل كيبينوا لك الحق ويبينوا لك طريق الحق ويبينوا لك هذه مزيانه هذه خايبه، ما تمشيش لهذه، الا مشيتي لهذه هاش بيوقع لك، الا مشيتي لهذه هاش بيوقع لك. الا شفنا الايات اش قال الله تعالى؟ رسلا مبشرين ومنذرين. علاش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، باش ما يجيو غدا ولا بغدا يوم القيامه يقول لي يا ربي ما صفت لينا حتى واحد وحنا ما عرفنا كاع اش كنديروا. لا سي، صفت لكم الناس وراوكم الطريق، ولكن نتوما بالاراده ديالكم رفضتم طريق الحق. الايه الاخرى كتقول ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكون هي صفتي لنا رسول، كيفاش غادي تهلكنا وانت ما صفتي لنا رسول؟ إذن الله تعالى الحجة دياله هو أنه يرسل إليهم رسول.
الآية الأخرى كتقول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله تعالى ما يمكنش يهلك ناس غافلون ما عارفينش، لا، حتى كيصيفط لهم الرسل والحجة. إذن الله لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار، كيعطيهم واحد الإنذار وكيمهلهم واحد المدة لعلهم يرجعوا. إلا جينا لواحد الآية كتقول أخرى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كل قوم جا ودخلهم جهنم، اش كيقول لهم؟ واش ما جاش عندكم نذير؟ واش ما جا شي رسول قال لكم شي حاجة؟ قالوا بلى جاءنا نذير ولكن كذبنا. إذا حنا اللي كذبنا وما بغيناش. إذا الإنسان يملك إرادة نفسه ولا أحد أجبره على فعل الشر، إذا هو من يفعل ذلك. إذا هنا كتنتهي القصة هنايا، والخلاصة ديال هذا الشيء أن الإنسان والجن هما مخلوقان مكلفان ولهما قدرة على إفعل ولا تفعل، وأرسلت إليهم الرسل باش تكون حجة عليهم على الأفعال ديالهم. إذن تيبقى أن الإنسان هو في الأخير. إذن تيقول لك واحد القولة علم الله هو علم انكشافي وليس إجباري. علم انكشافي لأن الله تيبان له كل شيء واضح، ولكن ليس إجباري، بأن الإنسان هو في آخر المطاف من يختار الكفر أو الإيمان. وانتهى الموضوع. الطرف المسلم المدافع على لا فيرسيون ديال الإله. أولا في قضية الأخ سويدن، والجميل جدا والغريب والعجيب مرة أخرى أن المسلمين دائما تيجيبوا شي أخبار جديدة وإضافية على القرآن. عرفت منين تيجيبوها؟ فمثلا الأخ سويدن تيقول لنا أن إبليس هو إبليس صغيور، ويقدر يطلع شي مسلم ويقول لك لا إبليس هو كان قصير، ويقدر شي واحد يقول لنا كانوا عينيه زرق. وهذا في حق أنا ما عرفتش منين، لأن في الرواية القرآنية لا أظن أنه إبليس تم تحديد القامة ديالو. فإذا أنا فوجئت صراحة بحالكم بأنه إبليس عند سويدن هو صغير. فإذا واش هو صغير بالمعنى أنه واش أنه يعني ديال الرسوم متحركة صغير؟ ما عرفناش هاد صغير كي دايرة. ثانيا بالنسبه للاخ عبد اللطيف، الا لاحظتوا انا عجبتني المداخله ديال الاخ عبد اللطيف. اسمحوا لي بيتيت سوغي با داكور افيك موا، انا عجبتني المداخله ديال الاخ عبد اللطيف لسبب رئيسي واساسي، وانها كانت فيها الخطاب السردي. وهذا الخطاب السردي اللي هو في التحليل الادبي ديال النصوص بطبيعه الحال غادي نلقاوه، كان بعيد كل البعد عن ما يسمى باللغه الدينيه. وتتعرفوا بأن اللغة الدينية دائما ما تتخلط الأوراق وتتخرج الإله من المآزق ديالو. فهذا هو تيروي لنا داك الشيء، يعني أحداث سردية هكذا، كاين ان كرونولوجيا اون فيت ديال لي زيفينمون طق 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 طق. وهذا بطبيعة الحال ملي تيسردها عليك الإنسان تتنزل عليها أو تتنزل منها القداسة. وهذا هو اللي كان جميل في المداخلة ديالو. في حين لو أننا عطينا نفس القصة إلى محمد حسان أو إلى أي شيوخ من شيوخ والدعاة ديال المسلمين، غادي تلقاوها مثلا مليئة وكان من رحمته عز وجل أنه إلى آخره وداك الكلام، وكما قال رسول الله، وداك الشيء غادي يوقع فيه البكاء ويوقع فيه الاستعطاف ديال القلوب والإيمان ديال البشر وتخلط الأشياء. فإذا مداخلته أنا أظن أنها مداخلة مهمة، لأنها كانت تتسرد الأحداث كما يعترفها بها الإسلام، وما زال شيء على داك الشيء المعروف وبطبيعة الحال متداول. الآن ندخل في الموضوع الإخوان، واعتذر على هاد جوج ديال الملاحظات. بالنسبة لي أنا كيفاش تنظر إلى الشيطان؟ أولا الشيطان هو موضوع ميتافيزيقي بدون شك، ولكنه واقع وحاضر في البناء الثقافي العام ديال المجتمعات العربية الإسلامية. ويمكن لنا نقولوا أنه من خلال هذا النظر إلى البناء الثقافي العام أننا نتكلموا على نتائج الصراع بين يمكن لنا نتكلموا على نتيجة الصراع وهذه الحساسية، ولا ما اسمه أخي أوتروبوس، هذه الخصوصية، هذه الخصومة أنا أخي نروز، هذه الخصومة الخاصة بين الإله وبين الشيطان.
فأنا في نظري في هذا البناء الثقافي العام نقدروا نقولوا ببساطة شديدة جدا أن الإله نجح في شيطنة الشيطان. أن الإله نجح يعني في خبثه في شيطنة الشيطان، وأن إلى ديابوليزي لو ديابل، إلى ديابوليزاسيون دو ديابل، أنه فعلا نجح في أنه جعل من هذا الكائن اللامرئي، هذا الكائن المتوهم أو المزعوم أو المدعى اللي يؤمن به أو يتم الإيمان به أنه شيطان، وأنه يتمركز أو متمركز فيه كل خصال وخصوصيات الشر إلى آخره ومسؤولية الشر. نعم غياليتي. ولكن في نفس الوقت أظن أن أيضا إبليس حسب الأسطورة الدينية أنه نجح أيضا في إضافة صفات جديدة للإله، أو لا أنه نجح في فضح هذا الإله، هذا الإله الماكر، هذا الإله الخبيث، هذا الإله المتناقض، هذا الإله المتعجرف، بل وضرب الإله في عمق إرادته لأنه تمرد على الإرادة الإلهية. فإذا في نهاية المطاف نقول بأنه كخلاصة أنه نجح، كلاهما نجح في غايته من الآخر. بطبيعة الحال احنا راح نفترضوا هذا الكلام السي عبد اللطيف نفترضه جدلا، لا تناخذ الأسطورة الدينية وتنقراها بطريقة أخرى. إذا سمحتوا لي عندي واحد الفكر واحد الفكرة شوية نحاولوا نتفكروا في عملية ما قبل الخلق، نرجعوا شوية يعني في التفكير في عملية الخلق من الناحية المنطقية. ولا حقيقة لا ديمارش ديال لا كرياسيون اونتر بارونتيز شي ديو مو جو لي با كومبريز. علاش؟ إذا تفكرنا في عملية الخلق، يعني إذا حاولنا أننا نفكروا منطقيا كيف يجب أن يكون الخلق، إذا افترضنا أن الإله قبل أن يقدم على عملية الخلق المفروض أنه فكر في الخلق، يعني أنه فكر في الخلق يعني أنه فكر في هذه العملية اللي غادي يخلقها، وأكيد أنه وضع خطة لهذا الخلق، أكيد أنه وضع خطة، العقل الإلهي أكيد أنه وضع خطة لهذا الخلق، وأكيد أيضا منطقيا دائما الإخوان، وأكيد أنه حدد غايات لهذا الخلق. المنطق يقول أن الإنسان إلا بغى يخلق شي حاجة، مثلا الآن الإنسان إلا بغى يدير واحد لورديناتور ولا بغى يدير واحد الآلة ولا بغى يدير شي حاجة، وهذه الآلة عندها واحد الغاية وظيفية ما نعرف كيف شنو هي، ولكن آلة وظيفية، أكيد أنه العناصر ديال هذا الخلق الذي سيخلقه الإنسان الأكيد فيه أنه سيراعي فيه عناصر أساسية في عملية الخلق. هذه العناصر الأساسية في عملية الخلق من بعد غادي ندير الإسقاط على الله الإخوان غير باش نفهموا هذا المثال كيف ما بغيتو أنا بهذه العلاقة ديالو مع الشيطان. هذه العناصر الأساسية ديال الخلق لابد أن يراعي فيها المبدع المخترع المبتكر الصانع عناصر أساسية، وهي مثلا الانسجام بين العناصر، التكامل مثلا، يعني لا كومبليمونتاريتي اونتر لي ديفيرون زيليمون، وايضا ربما التعاون ما بين هذه العناصر، بحال مثلا بغيت ندير انا واحد الاله خصني تكون متكامله منسجمه، لا على مستوى الوظيفه ولا على مستوى الشكل الى اخره، ولا على مستوى الجمال ايضا. فيبدو ان الاله منطقه في الخلق غير هذا، يبدو ان منطقه في الخلق شي شويش فوضوي وعبثي، فهو خلق لنا 3 ديال العناصر اساسيه كيف ما قال عبد اللطيف، ولكن كلها متناحره. لدينا ملائكه ما تتعصاش الله مطيعه له، يعني وعندها راي، عند بابها راي، وعندنا واحد الانسان اللي هو يفترض فيه انه هبيل، الانسان بنادم يفترض فيه انه هبيل، يعني بعض الخطرات يعصى الله وبعض الخطرات يطيعه، ولدينا ابليس العاصي. فإذا هذه العناصر الثلاث التي تحدث الإله عنها في الأسطورة ديالو في لا فيرسيون ديالو كلها متناقضة، وكأن الإله خلق الوجود بهذه العناصر الأساسية فيه، ولكن الغرض منها التناحر، في حين أن المنطق أنه تيقول لنا أن العلاقة ما بين العناصر خصو يكون هو التكامل. بحال الله بغى يدير شي ما عرفتش بغاو. فأنا قلت ودي كاين شي حاجة ماشي هي هذيك في هذه القضية هذه. الاصل في الا قلنا مثلا بغينا نعطي واحد المثال اخر، غادي نحاول نبسط هذه الاشياء اخي عبد اللطيف بطريقه اخرى. اثناء عمليه الخلق نفسها، اثناء العمليه ديال الخلق
يعني وهو والإله يعني مقدم على خلق الملائكة ومقدم على خلق سلالة إبليس وإبليس والإنسان. فهذه العملية نفسها إما غادي نفترضوا فيها أن الإله عنده العلم المسبق، وبالتالي أنه ما غاديش يحول هذه العملية ديال الخلق لواحد المختبر رباني، بحال واحد المختبر. سواء هو عارف ديجا اون افونس، هذا الشيء اللي يمكن غادي يقولوا لنا المسلمين، انه هو عارف الخصوصيه ديال كل طرف، يعني خصوص لي كاركتيرستيك ديال ابليس، لي كاركتيرستيك ديال ليتر هومان، ولي كاركتيرستيك ديال لي زونج. ولكن علاش مثلا غادي يخلق بهم هاد التضاد؟ اذا افترضنا ان عنده العلم وعنده الاراده في هذه المساله هذه، فاذا هو يحقق لهنايا يحقق لنا المكر والخبث والايقاع بين هذه العناصر. ولا افترضنا وبغينا ننزهوا عليه هذا المكر والخبث وهذا الايقاع بهذه العناصر وقلنا ودي لا، هو اكيد انه بغى يكون هناك تعاون، وانه مثلا اذا قال ابليس سجد ابليس يسجد وحنا دوزنا الحريره بخير وعلى خير. اذا افترضنا انه يعني منزه من الخبث والمكر والايقاع، ما غاديش ينفيو عليه المبدا ديال الاختبار. اذا هو ما عرفش المخلوقات اللي غادي يخلقها، وهذا تينفي عليه العلم المسبق، وهذه كارثه. لان المبدا ديال الاختبار ومبدا التجربه السي عبد اللطيف تينفي على الاله العلم المسبق. وانا تنظن هذه هي الكارثه ديال هذا الاله، انه خلق شي اشياء. دائما الاخوان راه اسطوريا اتحدث، ميثولوجيا، لا ما تنتحدثوا على عناصر هي من قبيل الميثولوجيا الدينيه. فاذا اظن انه خلق هذه الاشياء وهو لا يعرفها، وبالتالي هو عملية الخلق بالنسبة له واحد المختبر إلهي تيجرب فيه ملائكة وتيجرب فيه إبليس، وإبليس خرج له من الجنب بهذا المعنى البسيط جدا. عنصر اللي ربما يقدر إلى انطلقنا من المعلومات، لأن دائما احنا تنطلقوا من المعلومات على الأقل في الحالة الإسلامية، لأنه تختلف إلى حد مع لا فيرسيون ديال اليهود مثلا. ولكن كيف ما كان الحال إلا اعتمدنا على المعطيات المخبر عنها في النص الأسطوري القرآني، غادي نوجدوا بأنه هناك إمكانيات أعطيت لإبليس. هذا بدون شك، إبليس وأعطيت له بعض الإمكانيات، وأن من هذه الإمكانيات مثلا هي قوة الاختراق، قوة الوسوسة مثلا. هي راه ماشي شي حاجة سهلة. عرفتي مثلا تصور أنت باغي تمشي تصلي ويجي شي واحد يدخل لك لداخل في اللا شعور ديالك من الداخل يقول لك لا ما تصليش. هذه قوة. لا عندك تذكر الله. لا، واش فهمتوني الاخوان بغيت نقول؟ بمعنى ان الاله يبدو ان اعطاه هذه الامكانيات، وهي امكانيات ضخمه، لانه اختراق الاراده البشريه هي امكانيه. الاخ عبد اللطيف بغى يصغرها شي شويه، يقول لك لا ودي حق لا ودي راه الوسوسه راه شي حاجه كبيره. عرفتي شنو؟ تصور مثلا ان الله يعطيني نوسوس لك، راه نحمقك. ايماجين دابا عبد اللطيف يكون هذا الاله ديالك اللي سميتو الله يعطيني انا الامكانيه ديال انني نوسوس لك في عقلك وندخل لك من ديك الودان ونبدا نقول لك شي حوايج. والله وليدي غير نسطيك. والله الا ما نعريك بدا خارج تجري في الزلقه. جيب زق عليا. فاذا ما تقول ليناش اودي ان هذا ابليس ما عندوش امكانيات، بل عنده امكانيات ضخمه جدا، امكانيات ضخمه جدا. ولكن ماشي هو الذي يحاسب على هذه الامكانيات، بل يحاسب عليها الاله الذي لم يكن عادلا. ما كانش واحد العدل في التقسيم ديال الامكانيات. شوفوا الاخوان شنو تيقول لنا الاسلام وشنو تيقول لنا القران على هذه العلاقه ديال هاد الطرفين في النزاع. طرفين النزاع اللي هما الانسان والشيطان من جهه اخرى. والشيطان بطبيعه الحال هو متنازع ولا طرف في النزاع، مره مع الاله، ونجده مره اخرى في نزاع مع الله. فاذا هو مسكين في مشى دائما هو دائما هو في البوكس. تيقول لنا القران وتيقول لنا الاسلام ان الانسان هذا العبد الضعيف، هذا المخلوق الضعيف، هذا الانسان ضعيف. شوف انا غنخرج لك الانسان هو اللي ضعيف حسب المقاربه الدينيه، وان كنت انا في المقاربه الوضعيه اعتقد ان الانسان قوي، قوي بوعيه وقوي بذكائه وقوي ايضا بخياله. ولهذا الانسان استطاع ان يصنع هذا الاله، وان يصنع من خلال الاله ابليس. تيقول لنا القران والاسلام ان الانسان شحال ديال الناس معاونين عليه، شحال ديال العناصر متعاونه عليه: الهوى والنفس والشيطان. هادو هما العناصر الثلاث اللي غادي يغرقوا هاد ال الانسان
في أعماق جهنم وهذا العقاب الموعود إلى آخره. الإنسان خصو يواجه الهوى. الهوى يمكن هذا كلمة دينية، ولكن ربما يقصد بها الرغبة، لو ديزير، هذه الحويجات كلها، النفس، هاد الأهواء ديال النفس، وهذا القلق، النفس اللوامة بطبيعة الحال، والنفس الآمرة بالسوء حسب التعريف والتقسيم القرآني، بالإضافة إلى الشيطان. وكأن هذا الإنسان هذا خصو يقاوم هذه الأشياء كلها، خصو يقاوم الهوى، ويقاوم هو يقاوم النفس ديالو بالغرائز ديالها، القلق ديالها بالمشاكل ديالها، ويقلق هذا الشيطان باش يرضي هذا الإله المتعجرف النرجسي، باش يرضى عليه، باش يدخل الجنة. راه بزاف شي شويش لا سي محمد، بزاف شي شوي. شنو تيقول لنا جلال العظم في حديثه عن محنة وعن مأساة إبليس؟ الحقيقة أن هذا الرجل يعني قدم لنا واحد الدراسة شبه متكاملة حول إبليس وعلاقته بهذا الإله المتعجرف. تيقول لنا جلال العظم أن ما الثلاثية، هناك ثلاثية أساسية ورئيسية انطلق منها الفكر الديني ومعبرة بعمق على العقل الإلهي. شنو هي الثلاثية؟ هي الحب والخوف وكراهية إبليس. الحب والخوف وكراهية إبليس، بمعنى أن كل شيء على منطلع أننا خصنا نبغيو الله، خصنا نبغيو الحب في الله أو الحب الله باش زعما يجي داك الرضا، وخصنا نخافوا منه، وما عرفتش خصنا نخافوا منه. ولكن تمت إضافة أهلا غوزة، وتمت إضافة هذه العنصرين، وكأن العقيدة يعني الاعتقاد بربوبية هذا الإله لن تكتمل إلا بالحب والخوف وكراهية إبليس. خصك تكره إبليس. كراهية إبليس هو جزء من العقيدة. ما يمكنش السي عبد اللطيف تكون العقيدة ديالك مكتملة إلا ما كرهتي هذا المخلوق اللي ما دار لك والو، على الأقل أنت بطريقة مباشرة. فإذا هذا إبليس هذا كيف ما تيقول لنا جلال العظم، حقيقة الدراسة في غاية، يعني اللي بغيت تعرف على إبليس أنا تنقولها لكم لنا. إبليس حسب الصورة الإسلامية وليس حسب الصورة اليهودية أو المسيحية أو عند باقي الديانات، لأنه في الديانات الهندية مثلا إبليس هو يعني الشيطان، لو ديابل، تم التخلص منه، تم الانتصار عليه، وأصبح بل في بعض الديانات الهندية إبليس الآن يشتغل إلى جانب الإله. في بعض الديانات مشيت تاهما هذاك الحماق ديالهم إبليس تم تجنيده وأصبح مساند يقدم خدمات عمومية هكذا بالمجان إلى جانب الذات الإلهي. فإذا حسب الصورة الإسلامية أظن أن جلال العظم حاصر الموضوع من كل جوانبه. فعندنا واحد المعنى آخر شنو هو إبليس. ماذا يمكن أن يمثل إبليس في حياة البشر؟ وعجبني جلال العظم في هذه العملية لأنه اعتمد على واحد الكاتب مسلم اللي تكلم على واحد المبدأ أساسي سماه تلبيس إبليس. وهنا هذا إبليس أو الشيطان يمكن له يتلبس كثير من الشخصيات. فمثلا إبليس الإخوان يقدر يكون في الحالة الإسلامية هو داروين. اش بان لكم داروين؟ إبليس مثلا ممكن أن يكون هو داروين. إبليس يقدر يكون هو الفلسفة. إبليس يقدر يكون هو كل فكر ناقد. إبليس يقدر يكون هو الإلحاد، بمعنى أن إبليس كل الشرور المعادية أو كل الأفكار المقابلة للذات الإلهية ممكن أن تكون إبليسا، بمعنى عنده هذه الإمكانية ديال أنه يتلبس وأنه يجسد كل ما يخالف هذا الإله وعجرفته إلى آخره. ولكن في نفس الوقت عندنا واحد الإشكالية، وهي إشكالية منهجية في عملية التحقيق. أخي عبد اللطيف اسمع، أخي عبد اللطيف، الآن القضية ماشي رسوم متحركة، ما بقاش الرسوم متحركة. اسمع واستوعب الإشكالية. هناك إشكالية منهجية في عملية ضبط هذا الموضوع. شنو هي هذه المنهجية؟ أنه إذا اعتبرنا أن هناك نزاع، والدليل على ذلك أن هناك خصومة حقيقية بين هذا الإله وبين هذا المزعوم إبليس أو الشيطان، فيفترض في كل محاكمة موضوعية أو في كل تحقيق موضوعي أن يكون الاستماع والإنصات إلى الطرفين، بمعنى ما يمكنش نعتمدوا على طرف واحد أو على شهادة واحدة. فإذا نحن نتعامل مع الإله هنا وهو كاتب البيوغراف ديال لو ديابل، راه هو الله الإخوان. راه هذا الكلام اللي
كله غادي يبني لينا، سواء كنا نكونوا مع ابليس ولا نكونوا ضده، فكنا غادي نعتمدوا شنو غنعتمدوا الاسطوره الالهيه، الاسطوره القرانيه. بالتالي كاتب السيره الذاتيه ديال ابليس هو الله، هو الله. لي بيوغراف ديال لو دياب سي ديو. فاذا نحن نعتمد في قراءتنا او في استقرائنا للحدث او للاحداث والوقائع التي يعني وقعت مع ابليس ومع الله من خلال لا فيرسيون ديال الله. فاذا من الناحيه الموضوعيه هذا حكم لن يكون الا حكما مجحفا. انت 19 لان القران يتحدث بلسان ابليس، او الاله يتحدث عن ابليس بلسانه، او يقول ابليس. ما عارفينش ودي ابليس اذا افترضنا ان هذا المخلوق فعلا، سمحوا لي، اذا افترضنا ان المخلوق فعلا عاش وتا هو تنيربع على الله وطلع له الدم وكذا، ما عارفينش واش كذب عليه وزد عليه شي حاجه. لان الله راه موصوف بالمكر، الاله ماكر. فشكون اللي قال لنا حنا الله ما مكرش ايضا حتى في عمليه تبليغ المعلومه؟ لان المكر، صفه المكر عند الاله هي صفه شموليه. ممكن كيف ما يمكن يكون ماكر يعني في انه يدير يوقع بين فلان وفلان، او مثلا يعاون المؤمنين باش ينتصروا على الكفار، يقدر يكون ماكر حتى في ايصال المعلومه. يكذب علينا خويا واش غنديروا لك؟ يمكن ان الله الا كذب علينا وعطانا شي فيرسيون ماشي هذيك، راه هو ماكر. هو الماكر قادر على كل شيء. ممكن ان شاف القضيه ديال لا فيرسيون عطانا شي فيرسيون اللي ماشي هي هذه. فاذا انا اظن انه من الناحيه الموضوعيه الا بغينا نخرجوا هذا الموضوع من كيف ما قال اخي لايك مغرب من الاطار الميتافيزيقي الى الاطار الموضوعي، سنصطدم مع وحده المصدر. ووحده المصدر هنا هو الاله، بمعنى ان الاله يتربع على هذه المعطيات كلها ويقدمها لنا، وبالتالي الاستخراج ديال نتائج عكسيه لما هو متداول عند الطرف المسلم يحتاج الى شيء من القراءه اللي فيها شويش ديال العقل والمنطق الى اخره. انا بغيت نرجع لواحد المساله اساسيه الاخوان، وبغيت ندخل في الاسطوره دابا من بعد هذه الاستقراءات المختلف الظروف اللي حاطت بهذه الاطراف ديال القضيه. الا بغينا ندخلوا الان في كيف ما كان تيعاود لنا الاخ عبد اللطيف بحال زعما شي رسوم متحركه طن 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 طن، هذه الاحداث المتوارثه المتتاليه في قضيه الخلاف. وهنا لا اظن ان الاخ عبد اللطيف كان منصفا حتى في استقرائه لمساله الخلاف. جوهر الخلاف عند المسلمين هو جوهر واحد، في حين أن المعطى القرآني ممكن أن نستخرج منه أكثر من معنى. فعند القراءات الإسلامية أو القراءات المسلمة، سواء اللي تم التنظير لها لاهوتيا أو التي هي متداولة شعبيا، كلها وبدون ستجدونها كلها مختزلة في عنصر واحد يسمى عنصر الاستكبار. صافي هادشي اللي كاين. إذا جوهر الخلاف شنو هو عند المسلمين؟ هو الاستكبار والتعالي وعدم الرضا بالقرار الإلهي. واسمع دابا جوهر الخلاف حسب القراءة الإلحادية في هذا الموضوع. أنا أظن أن إبليس في نهاية المطاف انسجم تماما مع أصالته، لا من الناحية البيولوجية الفيزيائية ولا من الناحية أيضا الوظيفية. القضية يعني الإله دلس، يعني هو هذا الموضوع هذا ديال إبليس، أظن حسب القراءة التي يقدمها القرآن هناك تدليس على شخصية إبليس. زوينة هذا التدليس. والله إلا هذه لا تطلق واحد الكتاب إلا من داك الشرف عم طردك. التدليس على شخصية إبليس للفقيه العلامة القبيس. أنا أظن أن القرآن لبس على إبليس. لماذا؟ لبس عليه ودلس عليه. لماذا يا إخوان؟ أولا هناك عنصر أساسي على مستوى تراتبية الخلق بمعنى اللي ما يمكنش ينفيها الله، لأن صاحب الخلق هو من ميز في الخلق. صاحب الخلق اسمع عبد اللطيف، لا والله لا قال لك شي شيخ وخا تدور هذا الكلام ولا والله تدور عليه في الأرض قاطبة وتمشي عندك السواعدة وخا تمشي تقلب في 14 القرن لقيتي هذا الكلام هذا. اسمع مزيان.
صاحب الخلق، صاحب الخلق اللي هو الله، هو من ميز في الخلق. من خلق الملائكة من نور، ومن خلق الملائكة من نور والبشر من صلصال من طين، وخلق الجن وإبليس من النار. ترى هو الله. فإذا التمييز على مستوى العلو والمقام والرفعة والمكانة راه ماشي افتعال من طرف إبليس. مسكين راه ما افتعل والو، لم يفتعل، بل هو حقق أصالة الفيزيائية لمخلوقات هذا الإله. إذن هو منسجم مع إرادة الإله في خلقه. وبنادم وهو قال له يفكروا، قال له ربي خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا غير ذكر، هو غير قال له ياك ما نسي، واش نسيتي ولا كيفاش؟ بحال انت دير شي روبو واحد تصايبو ما عاد دير فيه بزاف ديال لي كومبوزو الكترونيك، واحد دير فيه غير شي شويش، هذاك اللي غادي دير فيه غير شي شويش يقول لك انا درتي فيها غير شي شويش، والاخر درتي فيه بزاف، زيد له الخدمه ليه، علاش عاطيني هذا الخدمه؟ فهمتي؟ راه المخلوق يذكر الخالق بصنعته وبطبيعه ما صنع. هذا هو الجوهر الخلاف الاول وليس الاساسي، لان هناك عناصر اخرى في هذه القضيه ديال الخلاف. ثم اللي ما تيذكروه ليني شي بزاف المسلمين، انه كانت واحد السابقه في هذه العمليه. حبيب امين جو مي شيرش ا كو كونفانك اخويا، دخلتي بالدخله مصيفط لي هاد زعما علاش؟ ها عندك شي فكره اخرى بغيتي تتكلم على ابليس؟ تفضلوا اصاحبي، مالكم؟ واش تديرونجا ولا مالكم؟ ما عرفتش واش سمعتوني انا الان تنهضر انا على ابليس، ما تهضرش على المسلمين. انا واش هذا الاستقراء لابليس راه ماشي استقراء واحد الاخوان. هذا الاطلاع في قضايا وفي الخلاف ديال ابليس راه ني با لو سول، راه ماشي بوحديتو. فإلا عندكم شي قراءات اخرى تفضلوا. إلا عندكم شي قراءات اخرى خليونا بديك، راه tu sais de te convaincre, t'es pas sûr, peut-être tu cherches que je sais pas quoi، ولا لي ماسون لي فرون ماسون يتباي راك تيبان القطر. والبارح قال لنا واحد الماسونيه العالميه تتخلصكم، وراه سولت الحره واش دخل ليها شي حاجه هذا الشهر، حيت انا شفت لو كونت بونكير مازال ما دخل والو. وما عرفتش الاخوه الملحدين ولا ادريين واش تخلصوا هذا الشهر، واش خلصاتكم الماسونيه العالميه هذا الشهر؟ راه ما بان لي والو الاخوان، راه والو يا غين. ما عرفتش واش تقول لي، حنا تهضروا على ابليس والاخر قال لك واش تحاول تقنع نفسك. قول لنا، طلع قول لنا الافكار، نتكلموا على الافكار هنا. اوكي، اذا تكلمنا على جوهر الخلاف. جوهر الخلاف هو محصور عند انه اولا ذكي. يعني الا بغينا نتكلموا على صاحب اول تضحيه او تجربه على مستوى التضحيه فهو ابليس، لانه ضحى. راه مواجهه الاله راه ماشي مواجهه، الا خدينا هذه العناصر ديال هذه القصه وهذه الحكايه، راه ما تتواجهش نامبورتو كي اونتر بارونتيز، تتواجه كيف ما كان الحال انت تواجه الاله. فاذا من يجرؤ على مواجهه حتى القائد مثلا او المقدم في شي كذا، فهو يعني تجرأ على مواجهة قمة السلطة الكونية، قمة السلطة الكونية. وهذا يعني شيء يعني ليس بالهين يعني كقرار. أنا pour moi il n'existe pas, Franck Lopez, je crois que tu n'as pas compris la démarche telle que je suis en train de la décortiquer. Pour moi il n'existe pas. تنديروا شي شويش ديال الاستقراء في داكشي اللي قالوه المسلمين إلا بغيتي إذا تكرمتي علينا. Moi, il n'existe pas. Pour moi, le paradis n'existe pas. Adam n'a pas existé. هذاك l'événement ديال ودي جمعهم وقال لهم اجيو. pour moi, il n'a pas existé et ainsi de suite. Tu m'as compris. ولكن راهي ونساي دو افترضنا جدلا ان القصه التي قدمها الاسلام هي هكذا. افترضنا جدلا ونحن نقراوها بطريقه مخالفه. هذا هو خويا، هذا هو الاجراء. اش تطلع لكم الدم هذا الشيء معنا ما نديروا لكم. تفضلوا الاخوان، تفضل اخي شكون اللي تيسير النقاش؟ اخي لايك مغرب تفضل، شكرا واعتذر على الاطاله. المسلم موجود، احنا المغاربه
ملي كدير شي فعله خايبه كتقول وين على الشيطان، حتى يحدثوا جرائم وتيقول الشيطان حضر. اذا دائما هذا الشيطان الذي تم صنعه بخيال معين هو وجد فقط كشماعه للمسلمين باش كنعلقوا عليه جميع المشاكل والمصائب فقط، ما تنعلقوش عليه الجانب الجيد. دونك هذه المساله ديال الحكايه الدينيه كيفاش جات من البدايات، وبطبيعه الحكايه لها اصول في الميتافيزيقا في الاسطوره القديمه، وخدات داك الشكل اللي هو ولا ديني ولا اعتقادي الى اخره. فالشيطان ولا في الفكر الاسلامي، وهذا هو الاشكال، ولا شماعه تنعلقوا عليها جميع الاشياء. يعني ان الانسان ما عندوش نهائيا واحد الخطا يمكن يديره. اوكي، الانسان ولا عنده الخطا الوحيد اللي ما كيتحملش الخطا، مسؤوليه لحناها على واحد الكائن معين، لحنا عليه المسؤوليه وانتهى الامر. ما فائده هنا، ما فائده ان الانسان يخدم او يدير شي حاجه وانه يسقط في الخطا عندما توجد دائما مساحه تنمسحوا فيها الاخطاء ديالنا. هذا هو الاشكاليه اللي موضوع اليوم في العالم الاسلامي. فالانسان مهما اخطا مهما فعل من مصائب فهي كلها يردها الى هذا الشيطان. وهذه الكارثه ديال الدول او ديال الافراد اللي ما يمكن لهاش تزيد القدام. ملي كتقول انه انا لست مسؤولا عن فعلتي فانت تخرج من باب المسؤوليه، اللي ما كتحملش مسؤوليه. الانسان ما كيتحملش مسؤوليه نهائيا في خطئه، لان الشيطان هو الذي دخل. وهذا هو ديال المصيبه. كيفاش يمكن لك دير شي حاجه؟ كيفاش يمكن لك تبدع؟ كيفاش يمكن لك تخترع؟ كيفاش يمكن لك تفكر الى اخره؟ اذا هذا العقل الميتافيزيقي المسيطر على الانسان هو اللي مخليه هكذا. فالشيطان فعل كذا وانا لا قدرة على الشيطان. وفي الاسطوره او القصه الدينيه كتقول لك بانه الله خلى هذا الشيطان ليغوي الانسان طول حياته، يغويه هو، وحتى انه تيقول لك هذه الحياه ما هي الا امتحان ونحن هنا. وهذه المساله هي اللي اليوم الى سقطناها على العالم الاسلامي باوضاعه الكارثيه تلقوا بانه هذا الفكر هذا اللي هو يهيمن عليه دائما، هذه الفكره ديال اللا مسؤوليه، اللا مسؤوليه في جميع الاشياء. اذا هاد الفكره ديال ابليس او فكره شيطان، هذا الكائن اللي كيتجسد في عده اشكال، تاره في شكل انسان او حيوان او ويدخل الى الانسان يوسوس له في اذنه. كتكون قاسم على الوسوسه كنت سي كواس شنو هذا؟ كيفاش انت كتخدم كدير واحد العمل واحد الكائن غريب تيوسوس لك في ودنيك او لا ما جو سي با. راه كاين فقهاء الاخوان تسمع نقولها لكم، كاين فقهاء انا سمعتهم تيديه حتى الشيطان في الصلاه كيقول لك ان الشيطان يدخل الى دبور الانسان وتيجر له الزغبه في دبوره لكي يصدر الريح يضرط او كذا باش تخسر له الوضوء، وهذاك السيد خصو يعاود كذا، وهذا من فعل الشيطان. صوروا الى هذه البلاهه، الانسان يوصل لهذه البلاهه انه يوصل لهذا الشيء هذا. فانا هنا تنوقف تنبقى غير نشوف كيفاش هذا الانسان يفكر هكا. كيفاش يمكن لهذا الانسان اليوم اللي هو ديني، اللي هو تيفكر بهذا الفكر الغيبي، ودائما واقف قدامه او واقف معاه واحد الكائن غريب، الاخوان حتى الشكل ديال الشيطان كيفاش داير عاده. كاين هنا في واحد ليموتيكون كنلوحو هنا، كتعطى له اشكال، له بين، له كذا له كذا. اذا هذا الفكر، انا تنتكلم هنا اليوم على الواقع ديال خلينا من الميتافيزيقا. انا تنلوحها الميتافيزيقا مصيبه، ولكن التاثير ديالها او الوقع ديالها على العقل الاسلامي هو كارثي. في مجال، انا تنتكلم في المجال السياسي اليوم، في الواقع ديالنا، اللي الانسان كيقول الله يلعن الشيطان ونعلو الشيطان الناس دابزتو ونعلو كذا دائما هذا الشيطان هذا على انه تيعطونا افراد ودول لا تتحمل مسؤوليتها في اي شيء. اذا هذا الاشكال هذا واش الناس ما غتخش منه باش توصل انك انت مسؤول على افعالك؟ راه كاين مسؤول عن افعالك، قدامك اشياء يجب ان تفعلها وان تتحمل هذه المسؤوليه اذا اخطات واذا كذا. اذا
كاين عمل ديال الشيطان في المسؤوليه، كاين مساله ديال الشيطان، هذا الكائن الغريب وهذه الفكره الغريبه اللي اخترعوها باش يعلقوا عليها جميع المصائب. وكاين الثانيه في مشيئه الله، ان شاء الله. الكلمه ديال ان شاء الله والكلمه ديال مع الشيطان هادو بجوج ليهم كيتماشاو تماشيا، يعني تيمشيو بجوج غادي بجوج ليهم. ان شاء الله بمعنى ما دارش شي حاجه فان الله لم يشاء، انتهى الامر. هذه المساله ديال القدريه وهذه كتقتل الانسان. انا سافعل هذا ان شاء الله، ما درتهاش وان الله لم يشاء ذلك، وتصالينا وحبسنا. تنطيحوا في هذه العمليه ديال القضاء والقدر. وهذا الفشل، انا تنقول هذا الفشل اللي هو مسيطر على الدول الاسلاميه بامتها، مسيطر هو ناتج من هذا الفكر التقاعسي اللي دوك الشيوخ تيزيدوا يغرسوه في الناس، واللي تيديروا على شكل حكايات تكلموا عليها الاخوان. تكلموا على الشيطان عندما تيدرسوه للدراري صغار، الدراري صغار في المدرسه، وهذا الفكر الديني كله باش على الشيطان تيدرس الدري صغير عاد زاد عنده 4 سنين 5 سنين وتيبداو يدخلوا له هذه الافكار. هذه هي الوسوسه، انا اللي كنسميها الوسوسه. وي نعم كيشتغل في جميع الاوقات اخي، نعم رمضان يمكن يشتغل اكثر، ولكن هذه الوسوسه الدينيه انا كلها عندي، الدين كله هي الوسوسه اللي كنبداو نوسوسوا الاطفال ديالنا في هذا العالم الاسلامي بالخصوص اللي كتقرى فيه هذه المساله الدينيه. ملي كيوصل للدري 4 سنين 5 سنين كنبداو ندخلوا له صلي، وإلا ما صليتش عوج الشيطان راه دخل لك بين رجليك، لاحظوا الاخوان انت في الصلاه ونعى الشيطان، انا الشيطان صاحبي درت شي حاجه خايبه. اذا هذاك الاطفال من الصور ديالهم تندخلوا للدماغ ديالهم خرافه ديال واحد الكائنات. ذاك الدري الصغير اللي تيكون عنده فقط ما عندوش عقل تمييزي، عنده فقط تيفهم غير فقط ما هو محسوس ومجرد ما تيفقهوش، وانت كتقول له راه كاين جهنم، كاين الجنه، كاين الله، كاين هذا ابليس هذا. فكيف هذا الطفل اللي تيكبر مع هذا الفكر الخرافي وفراسو عدد من الملائكه كطير، الشيطان كحل، الشيطان الظلمه الى اخره، كيفاش كيمكن نوصلوا لواحد النتاج ديال واحد الاطفال او واحد المراهقين بعد واحد 14 سنه 15 سنه اللي هو عاد كيطرح السؤال. ملي كيبدا يطرح السؤال كيلقى راسو تبرمج واحد المصائب كبرى اللي بدات 15 سنه او 16 سنه ديال التراكم وديال الغرس في اللاوعي، وتعطينا هذا الفكر اللي عندنا دابا اللي تنسمعوه. انا سمعت الاخ عبد اللطيف وهو يحكي وتيحكي